تتفرج على ايه في رمضان لو مش عايز تتفرج على مسلسلات؟ هقول لك على 5 برامج تقدر تسمعهم او تشوفهم، كلهم احلى من بعض. بس بصراحه البرنامج رقم 5 انا سايباه في الاخر لان هو خرافه. انا بستنى كل حلقه بفارغ الصبر من كتر ما هو مش طبيعي. اعمل سيف للفيديو عشان هترجع له تاني، وشيره مع صاحبك عشان تاخد ثوابه. 1 برنامج آية وحكايه مع الشيخ مشاري العفاسي. هو برنامج مش بودكاست فتقدر تشوفه او تسمعه، بس لو هتسمعه عادي ما فيهاش حاجه ومش بيعرضوا حاجه فما فيش حاجه هتفوتك. كل ضيوف البرنامج شيوخ كبار ويعني بنستفاد منهم اصلا لوحدهم، فتخيلوا الاتنين مع بعض بتبقى الحلقات حقيقي مفيده جدا جدا. 2 بصير للداعيه مصطفى حسني. انا بصراحه ما اعرفش هو بيتذاع الساعه كام بالظبط، فلو حد عارف يسيب كومنت وياخد يعني ثواب الناس اللي هتتفرج. بس هو بيبقى دايما موجود على اليوتيوب، كل يوم بيرفعوا الحلقه بتاعتها فتقدر تشوفه في اي وقت. وما دام قلنا مصطفى حسني يبقى هقول لك لازم تتفرج على خاطره الفجر. خاطره الفجر دي بقى عاده جميله قوي عند مصطفى حسني. كل يوم في رمضان بيطلع قبل السحور بحاجه بسيطه لايف على كل منصات التواصل الاجتماعي، بيرد فيه على اسئلتكم اللي هي بتبقى كلها خطيره بجد، بتبقى كلها اسئله بتبقى حلوه قوي، حاجات يا اما انت كنت بتفكر فيها او حاجات بتحس ان لما حد بيسالها تقول صح عنده حق، هي ايه الاجابه. تقدر تتفرج على الخاطره في وقتها لايف، او لو فاتتك تتفرج عليها تاني يوم، تبقى موجوده على كل منصات التواصل الاجتماعي. 3 برنامج حكم وحكمه للشيخ عمر عبد الكافي. في حلقه لسه نازله مع الدكتور محمد راتب النابلسي، وانا حقيقي بحب الراجل ده جدا جدا جدا، فاتفرجوا على الحلقه دي واتفرجوا على البرنامج بشكل عام. 4 بودكاست حكايه نعمه لصناعه محتوى طيبه قوي كده اسمها آية محمد. في البودكاست ده هتسمع قصص جميله جدا هتصحصح القلب كده عن نعم كانت غايبه عننا. تقدر تسمع البودكاست على كل منصات البودكاست او تشوفه على قناه اليوتيوب. ما دام قلنا قناه اليوتيوب يبقى اعملوا لها سبسكرايب لو سمحتوا. اخر برنامج بقى اللي انا حمستك ليه قوي بجد، البرنامج ده مش طبيعي بجد، هو حلو قوي. يعني يكفي ان انا اقول لك ان اول كام حلقه كان بيتكلم عن قبل ما يبقى فيه دنيا وقبل ما يبقى فيه بشر، ايه اللي كان موجود وايه اللي كان بيحصل، وازاي سيدنا ادم اتخلق، ولما اتخلق ايه اللي حصل، والعداء اللي ما بيننا وما بين الشيطان، والشيطان قال ايه لربنا وربنا رد عليه وقال له ايه. كلها على شكل قصص، وكل قصه في كل حلقه بتسلم للحلقه اللي بعدها. البرنامج اسمه قصص الانبياء للشيخ نبيل العوضي. يمكن عندي مشكله واحده بس معاه، ولو حد بيشتغل من البرنامج يعني يا ريت ياخد باله من النقطه دي، ان في اعلانات بتشتغل كلها اغاني ورقص وكلها حاجات يعني ما تنفعش، مش في وسط البرنامج، لا هو في وسط ما الشيخ بيبقى بيقول آية. يعني بحس ان في كارثه بتحصل، لا ما ينفعش. لو انت بتتابع حاجه مفيده قولها لنا في الكومنتس وفيد بيها غيرك. وما تنسوش تتفرجوا على البودكاست بتاعي، مش عارفه اعمل فيه ايه.